النهارده معانا عربية هي واحدة من أرخص وأحلى العربيات اللي ممكن تشتريها من بورش. العربية ديت هي انتري ليفل للسبورتس كار في عالم بورشه. العربية ديت هي ال 718 بوكستر جي تي اس 2019. فالنهارده هنعمل ريفيو للعربية ديت، فأهلا بيكم في ريف لاين. أنا محمد الزيات، والنهارده هنريفيو ال 718 جي تي اس بوكستر 2019. خليه في الاول اشرح الفرق ما بين البوكستر والكيمن. الحقيقه هو مفيش بينهم اي فرق، الفروقات بسيطه قوي. الاثنين 718. الكيمن هي اللي بيبقى ليها سقف وما بتبقاش كونفرتبل. البوكستر اللي هي معانا دي اللي بتبقى كونفرتبل. دلوقتي هنتكلم على البرفورمانس، وعكس العاده مش هنقدر نوريكم الانجن او الموتور، لان الموتور موجود ميد انجن، بيبقى موجود ورا الكراسي اللي احنا قاعدين فيها مكان الكنبه، لان العربيه ده 2 دور كوب. فالعربيه ده بتنزل 4 سلندر فلات. اسم الموتور بيبقى بوكسر 2500 سي سي، بيطلعوا 365 هورس باور و420 نيوتن متر من العزم. كل ده متوصل على 7 سرعات بي دي كي، الفتيس المشهور بتاع بورشه، بيخلي العربيه ده توصل من 0 ل 100 في 4 ثواني فاصل 4 اجزاء من الثانيه. واول حاجه فيه وهو الهيدلايتس او الفوانيس الاماميه. طبعا هي ليد، مستعملين تكنولوجي فيها اسمه باي زينون، فطبعا الاضاءه بتاعتها بتبقى كويسه جدا ومش مؤذيه خالص. العربيه واطيه فالنور ما بيبقاش مؤذي للناس اللي قدامك. لو بصينا هنلاقي ان الاكسدامات بتبقى متغيره عشان العربيه ده جي تي اس. طبعا اللي بيتغير من البيز موديل اللي هو بوكستر، وعندنا بوكستر اس وعندنا الجي تي اس، بتتغير حاجات زي السسبنشن، حجم العجل، في حاجات في الانتيرير خفيفه زي مثلا ان هم مستعملين الكانتارا، بيبقى في حاجات صغيره بتفرق، ولكن الموضوع كله بيبقى مايل للبرفورمانس والايروداينامكس بتاعه العربيه. وتكمله لو بصينا في الاكسدام هنلاقي ان في عندنا تفاصيل لونها اسود عامله كونتراست حلو قوي مع اللون الاحمر. عندنا فرونت ليب عشان الايروداينامكس، شكلها شيك جدا، واللوجو بتاع بورشه. طبعا لو بصينا على العربيه من هنا هنلاقي كميه كيرفز عشان الايروداينامكس. العربيه ده عباره عن يعني قطعه تحفه ماشيه مليانه ايروداينامكس عشان العربيه تقدر تجيب اعلى برفورمانس وتقدر تمشي باسلس طريقه ممكنه في الكورنرز، وتقدر تاخد كل الملفات بكل سهوله. وطبعا على عكس العاده ما عندناش الموتور هنا زي ما اتكلمنا، عندنا مساحه تخزين نقدر نسميها شنطه العربيه اللي قدام، وهي بسعه 147 لتر. يعني مساحه متواضعه جدا، اكيد مش هتاخد غير شنطه سفر برضو متواضعه، مش اكبر حاجه. يعني مين بيجيب بورشه وعايز يسافر بيها؟ هي مش معموله لكده، هي معموله اكتر ان هي يعني تراك كار او ان هي سبورتس كار اكتر. اول تفصيله وهو المقاس الكاوتش. مقاس الجونت هنا عندنا 20 انش، شكله حلو قوي ولونه اسود، وعندنا لوجو بورشه موجود فيه. لو بصينا على الكيرفز اللي موجوده في العربيه هنلاقي فيه خطوط حاده، وعندنا فنتس هنا عشان الايروداينامكس. زي ما اتكلمنا العربيه كلها عباره عن ايروداينامكس من كل حته، دي موجوده عشان تساعد مرور الهواء، فالعربيه تقدر تخترق الهواء بطريقه اسهل. عندنا الاكره بتفتح لفوق نوعا ما، دي حركه مختلفه شويه وطريقه مختلفه. وحاجه كمان احنا ما قلناهاش عن العربيه في البرفورمانس، ان العربيه ده رير ويل درايف. عاده كل البوكسترز اللي موجودين بيبقوا رير ويل درايف. عندنا تفصيلتين كمان لذاذ قوي، هو ان احنا عندنا علامه جي تي اس هنا وهو موديل العربيه. ولو بصينا من الكاوتش اللي ورا هتقدر تشوف الاكزوست وهتقدر تشوف السسبنشن. بصراحه الحركه دي لذيذه جدا، وتقدر تقفل العربيه بكل سهوله بدوسه زرار واحده تقفل لك السقف. يمكن مش اسرع قفله سقف، ولكن طبعا بتقفل بطريقه شيك جدا، وبعد كده الازاز بيقفل على طول. واول حاجه هنتكلم عليها وهي الفوانيس الخلفيه، طبعا ليد، والفوانيس المشهوره بتاعت بورشه شكلها شيك جدا. ولو بنبص هنلاقي موضوع الايروداينامكس، لو تشوفوا كميه الكيرفز والحاجات اللي طالعه واللي نازله، وعندنا سبويلر، كل الكلام ده زي ما قلنا عشان اختراق الهواء للعربيه يبقى اسهل ما يمكن. عندنا 718 بوكستر جي تي اس، وده موديل العربيه واسمها. دايما هتعرف كل عربيات بورشه بيبقوا حاطين اسم العربيه بالموديل بتاعها، بيبقى موجود ورا حتى الاس يو فيز. واخر حاجه عندنا الاكسدام الخلفي، وطبعا زي ما احنا شايفين في كميه تفاصيل. برضو الموضوع ده مسؤول اكتر عن الايروداينامكس واختراق الهواء من تحت. كل الكلام ده بيخلي العربيه ده ارشق ما يمكن على التراكس، وفي الملفات وفي الكورنرز بتبقى يعني اخف ما يمكن. وتوزيع الوزن في العربيه ده خيالي، بسبب ان الانجن او الموتور زي ما احنا قلنا هو موجود في النص، عكس كل العربيات عاده يا بيبقى ورا يا اما بيبقى قدام في مكانه التقليدي.
وعندنا طبعا مساحه تخزين ورا، ويعتبر دي بقى شنطه العربيه الطبيعيه اللي احنا نعرفها. مساحه التخزين هي 125 لتر. لو بصينا على العربيه كتوتل هنلاقي ان مساحه التخزين كلها هتبقى في حدود 280 لتر، 300 لتر بالكتير قوي. وبصراحه ده كتير بالنسبه لعربيه سبورتس كار. زي ما اتكلمنا الرقم ده بيزود عمليه العربيه اكتر واكتر. عندنا اخر جزئيه موجوده في العربيه واحلاهم من وجهه نظري هو ده، واحنا مش هنشرح لكم ده ايه، احنا هنسمعكم ده ايه. ودلوقتي هندخل على الانتيريور اللي بصراحه فاجئني. انا توقعت ان انا ادخل الاقي يعني انتيريور بتاع سبورتس كار اللي هو ما فيهوش اي افتكاسات ولا اي حاجه من اساس اللكجري، بس طبعا عندنا جلد موجود، وعندنا ستيتشز باللون الاحمر في كل حته في العربيه يعتبر، خصوصا في جنب الباب. عندنا كربون فايبر برضو موجود في كذا حته، بس اول حته موجوده في الباب خط طويل. عندنا الباب متبطن الكانتارا بستيتشز. موضوع الالكانتارا ده لذيذ قوي، والمسند اللي بتسند عليه كوعك برضو الكانتارا. الموضوع ده مريح جدا. ولو بصينا على بقيه العربيه من الحته ديت اللي قدام الباسنجر سيت وقدام الشخص اللي بيسوق، كلها متبطنه الكانتارا، وعندنا ميكس كربون فايبر. وعندك كربون فايبر موجود هنا، وعندك كربون فايبر قدام الباسنجر سيت في الكاب هولدر، وكربون فايبر موجود برضو في الباب نفس اللي موجود عند باب السواق. عندنا وحده التحكم اللي موجود فيها المرايات والشباكين، بس عشان العربيه ده شباكين. فبصراحه يعني الماتيريالز اللي مستعملينها جوه ما تدلش ان هي سبورتس كار بالدرجه ديت. وعندنا برضو المخدع اللي بين الكرسيين موجود برضو الكانتارا، مريح جدا للكوع، وستيتشز باللون الاحمر مكمله في التابلو كله من اول التابلو لحد المخدع اللي موجود بين الكرسيين. وعندنا انفوتينمنت سيستم، طبعا الشاشه اصغر ما يمكن، وده يدل ان العربيه سبورتس كار. طبعا مش غرضهم ان هي العربيه تبقى فيها كل الدلع والتكنولوجيا، عشان طبعا يخففوا وزن، وزائد انك انت عايز تستمتع بالدرايفنج اكسبيرينس او تجربه القياده اكتر من انك انت تستمتع بالانفوتينمنت سيستم. فلو بصينا هنلاقي في التحكمات العاديه جدا. طبعا شاشه بصراحه ككواليتي مش اعلى حاجه، وده مفهوم جدا. حتى في فيراريز الكواليتي بتاعت الشاشات والانفوتينمنت سيستم بيبقى ممل، لان هو ده مش غرض العربيه ان هي تبقى ممتعه كانفوتينمنت سيستم. ولو بصينا تحتيه هنلاقي زراير كتير كلها تحكمات كميديا وفون وكل حاجه. وحده تحكم التكييف موجوده تحت الكاسيت او الراديو على طول، بتعلي وبتوطي وكل التحكمات العاديه. الفتيس موجود الحمد لله اخيرا، الفتيس اللي انا بحبه البي دي كي موجود بشكل طبيعي جدا في مكانه الطبيعي. ولو بصينا على وحده التحكم اللي تحتيها هنلاقي ان موجود ان انت تتحكم في السسبنشن، وتتحكم تقفل التراكشن بتاع العربيه والانتظار والسنتر لوك. وعندنا زرارين، زرار بيخليك تفتح السقف بكل سهوله، زرار بيخليك تقفله. وعندنا زرار عشان تشغل الشكمان، وزرار عشان تعلي وتوطي العربيه. فكل الحاجات ده اوبشنز لذيذه جدا. عندنا طبعا الاوتو هولد. ومساحه التخزين اللي موجوده هي موجوده في مخدع الباب. طبعا مساحه التخزين صغيره جدا جدا، فيها مخرج يو اس بي عادي. وعندنا برضو مساحه تخزين اصغر بكتير قدامها. ومساحات تخزين موجوده في جنب الباب متبطنه ولكنها صغيره جدا. ولو بصينا على الساوند سيستم هو بوز، طبعا كلنا عارفين البوز ساوند سيستم موجود في عربيات كتير قوي، فساوند سيستم كويس قوي بالنسبه للسبورتس كار، عشان عاده بيبقوا مهملين الجزئيه ديت في معظم السبورتس كارز. ودلوقتي هنتكلم على الكرسي، وحاجه مهمه قوي نسينا نتكلم عليها. الكرسي ده باكيت سيت، كرسي سباق طبعا. زي ما احنا شايفين السبورت اللي موجود في الجناب الكرسي مضلع، وعندنا الستيتشز موجوده باللون الاحمر بغزاره في الكرسي في كل حته، حتى موجوده تحت. وعندنا برضو الكانتارا، مزيج ما بين الجلد والالكانتارا، شكله شيك جدا. وستيتشز مكتوبه بيها جي تي اس وهو موديل العربيه، دي لمسه لذيذه جدا. عندنا الاير ديفلكتور موجود ورا، ده بيبقى عشان عزل الصوت والموضوع ما يبقاش مزعج وانت فاتح السقف. وتفصيله كمان وهي الساعه بتاعت بورشه المشهوره طبعا موجوده في الجي تي اس. وعندنا فتحات التكييف، يمكن دي الحاجه الوحيده اللي مش عجباني في الانتيرير، شكلها غريب شويه، حاسس كانت ممكن تبقى احسن من كده نسبيا. عندنا الطاره، طبعا الطاره جلد، هي محطوط عليها كفر ولكنها جلد وموجود فيها ستيتشنج من جوه. وفي تفصيله، انت ما بتدخلش تدور العربيه زي اي عربيه بستارت ستوب انجن
انجن مش موجود هنا، موجود مكانه كربون فايبر. بورشه عشان تعيشك في دور السباقات، عشان دايما الدرايفرز او الناس اللي بتسوق لما بتبقى داخله بتبقى مستعجله بيبقى معاك المفتاح في جيبك، وفي هنا مفتاح تاني بتقدر تدور منه العربيه، فدي تفصيله لذيذه جدا. عندنا جنبه تحكمات الانوار، كل حاجه في العربيه منطقيه جدا، ولكنها فيها رفاهيات زياده قوي على انها سبورتس كار. ودلوقتي هندخل على مساحه التخزين. عندنا الجلاف بوكس اللي بيبقى موجود قدام الباسنجر سيت، متبطن من بره الكانتارا ومتبطن من جوه برده، فدي حاجه شيك جدا، وفي مخرج يو اس بي واحد. وعندنا برده تفصيله لذيذه قوي بتبين لك العربيه دي سبورت كار قوي، هي الكاب هولدرز بيطلعوا بشكل شيك جدا، فتقدر تدوس دوسه هنا يطلع لك الكاب هولدر بتاع السواق، وبدوسه ثانيه يطلع لك الكاب هولدر بتاع الشخص اللي قاعد جنب السواق. فكل دي حاجات تفاصيل لذيذه جدا بصراحه في البورشه، مخليها عمليه فوق ان هي يعتبر تراك كار وعربيه سريعه. وكمان تفصيله الستيرنج ويل زي ما قلنا ان هي جلد وفيها ستيتشز. الستيرنج ويل بتحس انك انت راكب عربيه من فورمولا 1 بصراحه، كميه تحس ان هو حديد وديتيلز، ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه بالانفوتينمنت سيستم، الموضوع خفيف جدا، بتقدر تعلي وتوطي. وعندك الحته المدوره ده بصراحه دي من اشيك الحاجات، بقت موجوده في عربيات كتيره قوي زي الكوبرا وزي المرسيدس الاي ام جي، عامه مختلف موديلاتهم الجي كلاس وغيرها. بتغير منها المود، عندك سبورت بلس وعندك سبورت وعندك الايكونومي او النورمال، فدي بصراحه تفصيله لذيذه جدا. والشكمان بيبتدي يطفي على النورمال، لو دخلت على الاس اللي هو السبورت او السبورت بلس الشكمان بيبتدي يشتغل معاك. واحده من اخر التفاصيل وهو الانوار. عندنا انوار طبعا يعني لذيذه، مش اجمل حاجه ممكنه، ولكنها موجوده كفانكشن مش كشكل اكتر يعني. دلوقتي هندخل على امتع مرحله وهي التست درايف. طبعا احنا عندنا اوبشن هنا ان احنا بنشغل السبويلر، بنرفعه وبننزله بدوسه زرار، بنفتح الشكمان. انا ما اعرفش صوته هيبقى باين لو احنا فتحنا الشكمان ولا لا. احنا جايبينها على سبورت بلس، فهنجرب كده ريف. عربيه ما شاء الله. دلوقتي هنجرب ان احنا نسوق العربيه، هنخلي كل حاجه على وضعها الطبيعي، نخلي الموضوع يبقى على النورمال، ونقفل السبويلر ونقفل الشكمان، نجرب نسوق العربية. يعني احنا دلوقتي سايقين العربية على سرعة 60-70. طبعا عزل الصوت انتم متوقعين مش هيبقى احسن حاجة. المرات بتنزل زمان البوكسترز، الكلام ده وقف سنة 2016، كانوا بينزلوا V8 مش V8 6 سلندر ناتشرالي اسبيريتد او تنفس طبيعي. بعد كده من بعد 2016 العربيات كلها بقت بتنزل فلات 4 سلندر توربو تشارج. ده بقى ممكن يكون اداؤه احسن لان الموتور خف، ولكن طبعا صوت الشكمان او الاكزوست وصوت العربيه بقى خف، فانت خسرت موضوع الصوت بس اخدت اداء احسن كتير قوي. طبعا الايروداينامكس بتاعت العربيه كل مدى بتتحسن، فما شاء الله يا العربيه يعني عباره عن زي ما اتكلمنا يعني قطعه فنيه مليانه ايروداينامكس تخترق الهواء بكل سهوله، عشان لو نزلت بالعربيه على التراك في اي وقت تعرف تستعملها بكل سهوله. فطبعا الطاره بصراحه يعني سهل التعامل معاها، انت بس بتبقى حاسس انك انت قاعد في عربيه سباق بزياده. الطاره والحاجات الستيل اللي موجوده فيها ده مدياك احساس الرياضيه بزياده قوي، وموضوع وضعيات السواقه. انا مش عايز اطول قوي على النورمال مود بصراحه، مش حاسس ان دي امتع حاجه في العربيه. احنا هنحولها سبورت قريب قوي. انا دلوقتي بجرب العربيه على ملفات. العربيه طبعا استجابتها كويسه ومش حاسس ان هي خفيفه خالص. السنتر اوف جرافيتي او النقطه اللي هي الاتقل اللي احنا قاعدين فيها الكابينه بالموتور مخليه توزيع الوزن في العربيه مثالي الى حد ما. انت حاسس ان العربيه اتقل حاجه فيها اللي هي عاده بتبقى قدام في معظم العربيات، الموتور موجوده ورانا فهي في نص العربيه، فده بيخلي طبعا العربيه كستابيليتي وكاداء احسن ما يمكن. في نفس الوقت العربيه رير ويل درايف، فالموتور قاعد حرفيا فوق العجل اللي موجود ورا، فده برضو بيسهل الريسبونس والميكانيزم بتاع الموتور في تطليع الباور. ودلوقتي هنجرب العربيه على سبورت بلس. احنا عندنا وضعيه سبورت وعندنا سبورت بلس، هنخش على سبورت بلس على طول. طبعا سمعنا صوت الاكزوست ابتدى يعلى، فهنبتدي ندوس شويه على سبورت بلس. طبعا داون شيفت صوتها خيالي. عندك هنا انك تقدر تاكتيفيت السبويلر، هنعمل كده تشغل السبويلر نخليه يعلى ويوطى على حسب الاحتياج. عندنا برضو ان الشكمان دلوقتي بقى مفتوح فهيطلع صوت احلى واحلى. نبتدي ندوس دلوقتي على سبورت مود.
ما شاء الله العربيه طبعا يعني ريسبونس خيالي ونقلات خياليه. بورشه بصراحه في حته تانية في حته البرفورمانس ديت، وانت حاسس كده سايق عربيه يعني حرفيا لعبه بموتور، المفروض عربيه نقل يعني. الموتور ما شاء الله قوي جدا، وتحس ان البادي خفيف، فده بيساعد قوي في حته انك انت تاخد اعلى برفورمانس من العربيه. بالنسبه للعربيه ده هي توربو تشارجد ان لاين 4 زي ما اتكلمنا، موتور او يعني فلات 4 ده اللي هو اسمه بوكسر انجن. العربيه ده كانت بتنزل قبل 2016 كانت بتنزل V8 ناتشرالي اسبريتد او تنفس طبيعي. دلوقتي بقى كل الجديد بقى بينزل اللي هو الفلات 4 توربو تشارج، بيطلع باور ممكن يكون احسن طبعا كباور لان الموتور اخف، ولكن طبعا كصوت الفي 6 يكسب بكتير قوي. فدي النقطه برضو اللي اتغيرت في البورشه البوكستر. احنا دلوقتي خلاص فاضل لنا ثواني معدوده وندخل على واحد من احلى اللونش كنترولز اللي ممكن نجربها. هنشوف العربيه من 0 ل 100 المفروض بتجيب من 0 ل 100 في 4 ثواني فاصل 4 من 10. هنشوف الكلام ده واستنوا اللونش كنترول. دلوقتي هندخل على امتع مرحله وهي اللونش كنترول. هنجيب العربيه على سبورت بلس، نقفل التكييف وعندنا الشكمان شغال والسبويلر شغال، وهنبتدي ندوس نشوف ال 360 هورس باور و420 نيوتن متر. المفروض 0 ل 100 في 4 ثواني فاصل 4 من 10. فيلا بينا. لا لونش كنترول امتع ما يكون بصراحه، امتع ما يكون. ريسبونس مفيش بعد كده بصراحه، ما حسيتش باي لاج. العربيه زي ما قلنا هي تيربو تشارج بس ما بحسش باي تيربو لاج. التجربه ككل كلونش كنترول خياليه. عربيه فعلا 0 ل 100 يعني مش مهم في كام ثانيه قد ما انت حسيت بادرينالين رش مجرد ما ابتديت تجري. الموضوع خيالي بصراحه. وطبعا احنا كده وصلنا خلاص لاخر الفيديو. انا بالنسبه لي لو في منافسين بالنسبه لي يعني لو انا اللي هختار هحس ان الزد 4 من اكبر المنافسين للعربيه ده، فانا طبعا هبقى محتار. بس حاسس يعني تجربه بورشه بشكل عام مختلفه تماما عن BMW. حاسس ان BMW كوميرشال اكتر من ان هي يعني كده بتعمل مواتير قويه وكل حاجه، بس بورشه برضو هو هدفهم الاول والاساسي هو انك انت تاخد احسن تجربه قياده. حاسس ان انا هميل للعربيه ده كتجربه قياده. فدي كانت كل حاجه، وده اكيد مش اخر فيديو. قولوا لنا رايكم في العربيه، قولوا لنا لو محتاجين نجيب عربيه تانية اكتبوا لنا في الكومنتس، وده اكيد مش اخر فيديو. وانا كنت محمد الزاهد وانتوا كنتوا في ريف لاين. سلام.